السلام عليكم ورحمة الله متتبعي الأعزاء، مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. كيف ما كتشاهدوا غنشارك معكم وصفة ديال البغرير ناجح مليون بالمئة، كيجي بحال الشهد. انا متاكده من اول تجربه غادي ينجح معكم وغيصدق لكم وغيجيكم بحال الشهد، وكلشي غيسولكم على الطريقه. ما تمشيو فين، بقاو مع الفيديو للاخر باش تعرفوا على المقادير والطريقه الصحيحه باش ينجح معكم. صدقوني كيجي زوين بزاف وكيجي لذيذ. كنتمنى الى عجبكم وجربتوه وصدق لكم ما تبخلوش على الفيديو بلي لايك باش يطلع للناس ويشوفوه وتعم الفائده، وتخليوا لي ارائكم في التعاليق وتبارطاجيوه مع اصحابكم وحبابكم. الا كانت زيارتكم الاولى للقناه ما تنساوش تشتركوا وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد من وصفات ناجحه ومجربه. غادي ندوزو باش تعرفوا على المقادير ان شاء الله. بالنسبه للمقادير غادي نحتاجوا 2 كيسان ديال السميده، سميده الحرشه، كاس ديال الدقيق، 2 أكياس من الخميره الكيماويه من فئه 8 غرام، 10 غرام من الخميره الفوريه اولا معلقه كبيره، معلقه كبيره ديال السكر سنيده، ونص معلقه ديال الملح. بالنسبه للماء غنحتاجو 4 الكؤوس. بالنسبه للكاس، كاس ديال العنبه. نبداو على بركه الله. اول حاجه غادي نذوبوا الخميره والسنيده والملح. بالنسبه للماء خصو يكون دافي، ما يكونش سخون بزاف باش العجينه ما تكولها لكمش يعني. السميده كيطلق واحد الماده، ماده الجلوتين، وكتكون بحال شكل البلاستيك. من الافضل يكون الماء دافي والمكونات يتخلطوا في الاول باليد، عاد ديروهم في الميكسور كيف ما كتشاهدوا. يعني تبعوا غير الطريقه اللي درتها انا، راه سهله وبسيطه. انا اول حاجه كندوب يعني هاد المكونات ديال الخميره والملح والسنيده، حتى كتذوب سنيده وكتفاعل الخميره كيف ما كتشوفوا كتطلق ديك الرغوه. غادي نضيف الماء، 3 الكيسان اللي بقاو، يعني ضفت الكاس الاول ذوبت فيه الخميره، بقاو 3 الكيسان غادي نضيفهم دابا. بالنسبه للعبار ديال الماء خذوه كما هو 4 الكيسان، يعني ما تزيدوا ما تنقصوا عليه. ودابا غادي نضيف السميده، كيف ما سبق لي وذكرت المكونات كنخدمهم باليد في الاول، من بعد عاد كنميكسيهم في الميكسور اولا في الخلاط الكهربائي. بالنسبه للدقيق غادي نضيف شويه بشويه باش ما يتكورش. وغادي نضيف دابا الاكياس الخميره الكيماويه. الا كان عندكم الخميره ديال العبار، كاين بعض البلدان ما فيهمش الخميره الكيماويه بالاكياس، كتكون يعني بالبواطات صغيورين، كتوضعوا 4 المعالق صغار. صافي كنخلط الخميره حتى كتجانس مع المكونات الاخرى، وكنميكسيها بالميكسور.
هنا انا غادي نستعمل الخلاط الكهربائي اليدوي. الا كانت المولينكس كتوضعوها في المولينكس وكتضربوها حتى كيتكونوا فقاعات كيف ما كتشوفوا. شحال ما تكونوا الفقاعات بحال كندلكوا العجينه، شحال ما تكونوا الفقاعات شحال ما كيعجينا البغرير ناجح. تقريبا خلطتها دقيقه. صافي دابا غادي نغطي على العجينه. شفتوا كيفاش تقريبا العجينه كلها ولات فقاعات، يعني دخل لها الهواء. وغادي نغطي عليها بين ما وجدت المقله ودرتها تسخن واحد 5 دقائق. فكنخليوه فقط يرتاح 5 دقائق ماشي يخمر. ودابا غادي ندوزو من بعد ما دازت 5 دقائق، غادي ندوزو باش نحضروا البغرير. انا هنا غادي نسخن المقله على عافيه تكون شويه مجهده باش تسخن لي دغيا المقله، ومن بعد كنقص البوطه. دابا غادي نبداو ان شاء الله. بسم الله على بركه الله. نخبزوا البغرير ديالنا. بالنسبه للمقله فما كنطفيوها لا فما لا حتى شي حاجه، فقط واحد المنديل يكون نقي كنمسحوها به بحال كنبردوها، وكنبداو نخبزوا نوضعوا العجينه في المقله. والعافيه تكون مهيله. كيف ما كتشوفوا البغرير ديالنا كيفاش كيطلع غزال وكله كيتقب. جربوه، انا متاكده يعني من اول تجربه غادي ان شاء الله ينجح معاكم. وكنخليوه حتى كينشف وكنحيدوه من المقله. بالنسبه للسنيده فهي كتعاونو باش كيتحمر من التحت وكيجي محمر. هذا هو البغرير ديالنا كيف ما كتشوفوا. كنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تخليوا لي لايك باش يطلع الفيديو للناس وتعم الفائده، وبارطاجيوه مع صحابكم وحبابكم. كنتمنى نوصلتنا الاعجاب ديالكم. شكرا جزيلا على المشاهده، والى فيديو قادم وصفه جديده ان شاء الله مجربه وناجحه.